فواحد الليلة كان الموت ديال البرد. كان كريم جالس في دارهم كيتفرج بحال ديما، وكل شي هادئ. شوية هو يسمع شي دقات خفاف على الباب. شاف الساعة، لقاها الجوج ديال الليل. استغرب بزاف حيت ما كيجيش شي واحد عندهم في داك الوقت. مشى وحل الباب، وفي ديك اللحظة تحبست ليه النفس. قدامه كان واقف خوه ياسين اللي اختفى من هادي 7 سنين، وما عارف عليه حتى واحد فين مشى. وجهه ولا ضعيف، وحوايجو باين عليهم التعب، وعينيه عامرين بالخوف. كريم بقى كيشوف فيه وما قدرش يصدق شنو كيشوف. وبقوة الصدمة قال ليه: واش بصح انت ياسين؟ هز راسو قال ليه: اخويا اسمح لي. دخلوا للدار وبقات العائلة كاملة مصدومة. الأم بدات كتبكي، والأب ما قدرش يهضر من شدة الصدمة. من بعد شوية جلس ياسين وقال: دابا غادي نحكي لكم كل شيء. قبل 7 سنين كان خدام في واحد الشركة كبيرة، وبالصدفة اكتشف بأن بعض المسؤولين كيختلسوا الفلوس وكيزوروا الوثائق. جمع الأدلة كتيرة، ولكن ملي عرفوا بلا عنده هاد المعلومات بداو كيهدوه وقالوا ليه: إلا تكلمتي غادي تندم. ياسين خاف على راسو وعلى عائلته، وباش ما يوصلهم حتى شي ضرر قرر يختفي. بدل المدينة وبدل الخدمة وبقى عايش في سرية تامة لمدة ديال سنين، وهو كيجمع الأدلة والوثائق حتى ولا عنده ملف كامل مكمول. وفي الأخير سلم كل شي للسلطات، وبعد تحقيقات طويلة تشدوا المتورطين كاملين. سكت ياسين شوية وقال: كنت كنقدر نرجع عندكم، ولكن كنت خايف عليكم. الأم شداتو وبقات كتبكي، وكريم حس لأول مرة بلا خوه ضحى بسنين من حياته باش يحمي عائلته. وفي ديك الليلة رجع ياسين لدارو، ورجعت الفرحة من جديد بعد سنوات طويلة ديال الحزن والانتظار. هاد القصة العبرة ما تحكمش على شي واحد حتى تسمع القصة كاملة ديالو، حيت بزاف ديال المرات الحقيقة كتكون مختلفة على اللي كتبان لينا. وإلا وصلتي شل لخرت القصة ما تنساش دير متابعة باش تحفزني نكمل ونبقى ديما نحط لكم الجديد. تحياتي.